السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. وصفتنا اليوم كيش سهل في التحضير، اقتصادي وتيجي بنين بزاف. غادي نحضروا بواحد العجينه اللي سهله بدون زبده وبحشوه الطون اللي حتى هي سهله واقتصاديه. فبلا ما نطول عليكم دوزو مباشره نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. ونبداو بالعجين. غادي نحتاجو 2 كؤوس ديال الدقيق الابيض اولا دقيق الفرن. غادي نزيد نصف ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات. غادي نزيد شويه ديال الملح وغادي نزيد نصف كاس ديال الزيت. الكاس باش وزنت الدقيق هو باش تنوزن الزيت. غادي نزيد بيضه واحده وغادي نعجن بالماء العادي، يعني الماء ديال الروبيني. تنبدا غير تنجمع العجينه ما تندلكهاش. صافي من بعد ما تجمعات العجينه غادي نديرها في بلاستيكه وغادي نخليها كترتاح شويه. وغادي ندوز باش نحضر الحشوه. انا في مقيله غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون وغادي نزيد عليه بصله متوسطه اللي قطعتها هكا رقيقه، كنشلضها هكا رقيقه وغادي نخليها هكا كتشحر. غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الملح وغادي نخليها هكا فوق النار اللي كتكون شويه مجهده باش ما تطلقش الماء. وتنخليها تتبقى تتقلى هكا حتى تيبان لي اللون ديالها بدا كيتحمر. مره نبداو تنحركوها، ما نخليوهاش هكاك باش ما تحرقش. ضروري خصنا نخليوها حتى كتولي هكا تيرجع اللون ديالها هكا محمر. وفي الاخير غادي نزيد شويه ديال البزار. صافي غادي نحركها هكا. البصله بهذه الطريقه راه كتجي بنينه بزاف. صافي هنايا من بعد ما وجدت غادي نفرغها هكا في اناء. ودابا غادي نزيد عليها علبه ديال الطن اللي صفيته من الزيت. غادي نحاول انني نفتتو هكا. صافي غادي نخلطهم وغادي نخليهم جانبا. وغناخد اناء اخر غادي ندير فيه 2 ديال البيضات. غادي نزيد عليهم علبه ديال الياغورت الطبيعي اللي ممكن تعوضوه بكاس ديال كريمه الطبخ. انا اكتفيت غير بالياغورت الطبيعي باش هكا تبقى الوصفه اقتصاديه. وزدت عليهم شويه ديال الفرماج محكوك. غادي نخلطهم هكا مزيان وغادي نزيد شويه ديال الملح. ممكن انكم تزيدوا حتى شويه ديال البزار، انا اكتفيت غير بشويه ديال الملح. صافي غادي ناخذ هاد الخليط وغادي نضيف على البصله والثوم. صافي غادي نحركهم وها هي الحشوه وجدات. دابا غادي نرجع للعجينه من بعد ما ارتاحت. درتها هكا فوق بلاستيكه وغادي نسرحها. كنسرحها هكا بالمدلك تكون رقيقه شويه، ما نخليوهاش غليظه. غادي ناخذ المول فاش غادي نطيب الكيش. درت هاد المول اللي كتكون هذيك القاعده ديالو هكا كتحرك. غادي نحط في وسط منه العجينه وغادي نقادها هكا مزيان. كنحاول نضغط على هذوك الجوانب باش كتاخذ العجينه الشكل ديال المول. صافي كنزول هذوك الزوائد ديال العجينه. صافي هكا من بعد ما كنقادها مزيان كنتقبعها هكا شويه بالفرشيط باش ما تنفخش. صافي وغادي نفرغ هذيك الحشوه فوق من العجين. تنسرحها هكا تنقادها مزيان وغادي ندخلها للفرن اللي مسخن من قبل على 180 درجه مشعل غير من التحت.
وتنخليها كطيب حتى كتبان ليا العجينه تحمرات من الجوانب. صافي تنخرجها من الفرن وتنزيد فوقها شويه ديال الفرماج محكوك وتنرجعها للفرن تنشعلها غير من الفوق عاد يذوب داك الفرماج. صافي تنخرجها. الفرماج تيبقى اختياري، ممكن تزيدوه ممكن لا. صافي وهي لاكيش ديالنا وجدات. كما شفتوا راه درتها بطريقه لي سهله دغيا كتوجد ومقادير لي بسيطه واقتصاديا، والاهم انها كتجي لذيذه بزاف. لا كيش ما نقطعوهاش مباشره بعد ما نخرجوها من الفرن، كنخليوها واحد شويه تتبرد هكا باش تقبض راسها وما تجيش تتفتت فاش نكونوا تنقطعوا فيها. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما قطعتها. فعلا تتجي لذيذه وكتجي سهله في التحضير كما شفتوا ومقادير اللي بساط. وهنا اليوم انا اخترت نقد اون كيش كبيره بحجم كبير. ممكن انكم بنفس العجينه وبنفس الحشوه تحضروا دي كيش اللي صغار. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتقولوا لي الراي ديالكم في التعاليق. والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.